البقاء والدوام لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الدكتور مصطفى سليم. الدكتور مصطفى سليم هو مؤلف وشاعر مصري حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1991، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراما والنقد المسرحي، وحاصل على درجة الماجستير في فلسفة المسرح في عام 2002. وفي سبتمبر عام 2015 صدر قرار بندبه لرئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى بوزارة الثقافة. من مؤلفات الدكتور مصطفى سليم مسرحية أدهم الشرقاوي عام 2008، ومسرحية يا دنيا يا حرامي في عام 2009، وفي عام 2011 مسرحية سلطان الغلابة كان مؤلف كلمات الأغاني، وفي 2015 مسرحية حلم ليلة صيف كان الصياغة الشعرية للدكتور الراحل مصطفى سليم، وفي عام 2018 مسرحية أحمس، وفي عام 2021 مسرحية ألمظ وسعبده مؤلف وأشعار. وأخيرا كان يتم التجهيز لعرض مسرحية شفيقة القبطية بمسرح البالون. وهناك العديد والكثير من المؤلفات والأبحاث والتي لم يتم رصدها. الدكتور مصطفى سليم كان بيشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية. الدكتور مصطفى سليم كان مواليد 3 فبراير عام 1970، وتوفي اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر عام 2022 عن عمر 52 عام، رحمة الله عليه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون.